دلوقتي جات لي فكره جهنميه. قول لي ايه يا صاحبي؟ قول لي ايه ان احنا عشان نرجع احمد اخويا نخطف نضارات لحد ما احمد اخويا يرجع. لا مالك ايه اشحنوا على مالك ايه يا عم يا انت شفت. السلام عليكم وبدايه فيديو جديد. طبعا يا جدعان قبل ما اقول اي حاجه ركزوا معايا في الكلام اللي انا هقوله. قبل اي حاجه يا جدعان انزلوا دلوقتي اعملوا لايك للفيديو، انزلوا دلوقتي اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس بحيث اي فيديو ننزله لكم يوصل لكم الاشعار ان احنا نزلنا فيديو. طبعا يا جدعان المفروض ان قيصر خطف احمد اخويا، المفروض ان احنا كنا نزلنا الفيديو ده على قناتنا الكبيره. اللي ما شافش الفيديو هتلاقوه موجوده تحت في الديسكربشن، روحوا اتفرجوا عليه يا جدعان في اول كومنت. فالمفروض يا جدعان ان انا دلوقتي هاخد بعضي واطلع على عمر شاور بقى يحل لي عشان عليا النعمه يا قيصر. انا ما هحلك لحد دلوقتي يا جدعان. ابويا ما عرفش، لو ابويا عرف والله العظيم بصوا ما احتمال يبلغ الشرطه. فانا المفروض ان انا احاول احل الموضوع ودي. المفروض ان انا دلوقتي هاخد بعضي واطلع عند بيت عمر شاور اللي في طنطا، اناديله يا جدعان، هفضل انادي عليه لحد ما ينزل لي. والمفروض يا جدعان ان انا عمر بشار ينزل لي يبتدي بقى ان نشوف حل ان احنا نرجع بيه احمد اخويا. فيا جدعان عايزكم تركزوا معايا في الفيديو وتضغطوا لايك للفيديو ده، واي حد عنده حل في الكومنتات ينزل يقول لنا. اي حد عنده مثلا حل ان احنا نبتدي ناخده وينزل يقول لنا تحت في الكومنتات. فالمفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي هناخد بعضنا ونطلع على بيت عمر شاوريتو. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي هنا عند بيت عمر شاور اهو، وابتدي اناديله عشان ينزل ويساعدني. ايه ده يا نضارات اهو؟ يا نضارات. ايوه عامل ايه يا قلبي؟ بقول لك يا نضارات، انا دلوقتي دي مصيبه. ما شفتش عمر شاور. طب هو حط ايده، انت جاي تحط ايدك انت ليه يعني؟ انا ايه ده بس يا عم دلوقتي؟ ما شفتش عمر شاور؟ لا ما شفتوش. متاكد يا نضارات؟ ما شفتوش. طب لسه دلوقتي انا في مصيبه. انت كداب. قيصر خطف احمد اخويا. طب اخلص انت بقى، انا هكدب عجلي كده يا عم نضارات اسمع يا معوره يا ابن عوره. انت كده كانت قيصر خطفك قبل كده يعني. الراجل هيعورني يا اسطى، مش وقت عشان ما تغمقش ابو المجد. اسكت بقى يا عم. دي مصيبه دلوقتي. احنا في مصيبه يا عم نضارات. ايه هي المصيبه؟ فاكر لما كان قيصر برضو خطفك وحط عليك خطف اخوك وولع فيك؟ هو خطف احمد اخويا برضه وكان مولع فيه قبل كده. ينفع يا عم نضارات؟ خطف احمد اخوك. طب بالله عليك ما شفتش احمد اخويا؟ لا ما شفتوش. طب بالله بص انت عايز احمد اخوك؟ انا اكيد انا اعرف هو فين. ايه بس عديني كده بس عشان اعرف اجري على يا البيت. اسطى ما تجريش بس دلوقتي. اسمعني طيب. هو هتلاقيه في اي خراب. هتلاقيه في اي خراب. يعني عمر شاور مش فوق؟ متاكد؟ ما اعرفش بالله عليك. ما اعرفش. بصوا يا جدعان احنا عند البيت اهو، الجوه بتاعت عمر اهي يا جدعان. بس عمر شاور مش يا جدعان المفروض ان احنا جينا دلوقتي عند عمر شاور زي ما انتم شايفين عشان نرجع احمد اخويا من القيصر، بس ما لقيتش العربيه بتاعت شاور، لقيت نضارات اهو زي ما انتم شايفين. مش عارف اعمل ايه. طب ما تقول لنا كده، اقترح علينا خطه كده نعملها نرجع احمد اخويا بيها. اقترح عليك خطه؟ انا يا جدعان الشوارجيه اول ما لقونا بنصور جم في ثانيه الا ثانيه. ايوه بس الخطه اللي اقترح عليك. انت جايب الكاميرا في وشي كده ليه؟ كمل يا باشا. ماشي وسع كده وسع ايدك. انا هروح اجيب عيش فين واروح وانت عيش فين ايه يا عم؟ شبشب مين ده نضارات؟ شبشب ست الله يرحمه. خلاص شبشب مين انا نضارات؟ خلاص شبشب الفضع هيتعرف. بقى اطلع على الفضائيات. استنى بس اسمع، هنعمل مزاد ولا عيش فيها يا ستي. اسمعني يا ابني. شبشب طلع على الفضائيات. هنعمل مزاد على الشبشب. الله يرحمك يا ست نضارات. الله يرحمها يا رب. الله يغفرك يا ست نضارات. ده شبشب غالي ده ده شبشب غالي. طب وانت نازل كده ازاي يا نضارات؟ نازل كده ازاي؟ هو سكن مقطوع واتقطع اكتر. كان مقطوع واتقطع اكتر. مين اللي قطعه يا نضارات؟ ما علينا بقى، اللي قطعه بقى الكلب اللي قطعه. ستك اللي قطعته. الكلب انت كملتوا عليه، انتوا كملتوا عليه. والله يرحم ستك. والله ما لسه والله مش بقول. كملتوا عليه. دلوقتي فكوكوا من التهليس ده. الكلب ده اللي يا صاحبي فكك من التهليس ده. بكلمك كلمتين اتنين بالظبط. انت لما جاي احنا عايزين نرجع دخل ابو المجد عليه، خليه يتعامل معاه. عايزين نرجع احمد. هنرجعه ازاي؟ رجعه ازاي يا عم؟ روح رجعه بعيد عني. انا بكلم معاك يا عم خطبك. اسمع ايه ده انت؟
جات لي فكره يا جدعان، انا دلوقتي جات لي فكره جهنميه. قول لي ايه؟ ايه يا صاحبي؟ قول لي ايه؟ ان احنا عشان نرجع احمد اخويا نخطف نضارات لحد ما احمد اخويا يرجع. لا مالك ايه؟ مالك ايه؟ اشحنوا على مالك ايه يا عم؟ يا عم يا انت شايف قول الوضع. انت بتستغل الفكره يا عم. يا ميكا خلاص سيبه نزله. فين شبشب عشان نطبق بشيء الزيت يا مسكني. خلينا هسيبك اهو يا جدعان بجد مش عارف اعمل ايه. عمر شاور مش موجود، مش عارف اعمل ايه والله، مش عارف نتصرف ازاي. انا عندي حل. قول الحل. انا عندي حل وعايز اقوله للقيصر. بص يا قيصر، انت الحل انت تخطف باسم تاني وتخطف القناه ونخلص منها. ما يقدرش نخطف. ما يقدرش. انت عارف ان القيصر ده هادي. القيصر ده الفوتو لو شفته هدمدم انت عارف ازاي ليه يا قيصر؟ عشان ما خطفتش باسم تاني، كنا عايزين نخلص منهم ونرتاح هما منهم هما الاثنين. لا كده بيقل. واقف في صف القيصر عشان عمر شاور نضارات. يا عم انا مش عارف وش القيصر يا عم. يا عم انا قصدي انت نخلص منكم انتوا الاثنين. ما يقدرش يا ابني، القيصر ده حالفوت المتهلفت. ويخلص منكم زي ما خطف ده يخطف ده. ده ما خطفك انت كمان. ده احنا عايزين نخلص منكم نهائي. طبل لك وتقعد يا عم. يا قيصر انت اخرك تخطف نضارات، تخطف احمد اخويا. انما يا قيصر ما تعرفش تيجي مع حد مننا، عشان لو جيت قسما بالله لا هدمدم وشك يا قيصر لو شفت. وانا دلوقتي جات لي فكره بس مش هقول لكم عليها دلوقتي. كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا، او ممكن انزلها لكم الفيديو الجاي. دلوقتي المفروض ان انا هاخد بعضي وجات لي فكره زي ما قلت لكم هروح اعملها، يا تنجح يا تفشل. دلوقتي في طريق لعمر شاور القاهره.